عقدهم بيلعب في الدوري الممتاز يعني. فانا من الناحيه الفنيه شايف ان ده هذه المباراه ما بتفيدنيش على المستوى الفني، فانا اعتذرت قلت له لا مش هو ده اللي متفقين عليه، وانا شايف فنيا ان انا اعمل تمرينتين صبح وبعد الظهر استفيد منها افضل يعني. وبالتالي اعتذرت عن مباراه 17، لعبت مباراه 19 مباراه كوستاريكا، وكان من المفترض ايضا ان احنا بالاتفاق مع الشركه الراعيه ان احنا نسافر يوم 20 الى اورجواي، ان احنا نلعب مباراه اورجواي يوم 25 لان المسافه بعيده من كوستاريكا امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه. فانا برضو فنيا قبل ما اسافر قلت انا محتاج 3 ايام اقعد فيهم في اورجواي اعمل 3 تمارين، وبالتالي الولاد يخشوا المباراه بشكل جيد. فكل الامور دي يا كريم بتلاقي ان انت يعني الواحد صعبان عليه نفسه جدا. انا قاعد انا وكابتن فكري وكابتن معتمد جمال في اوضه في اتحاد الكوره لمده 10 ساعات بنبص لبعض. ده لما رجعنا احنا بنبص. انا مش عايز انط بس يعني اكمل لك هنكمل وهنرجع نتكلم في كل الحاجات دي. بالظبط. وبالتالي كان الاتفاق على 3 مباريات، لعبنا مباراه واحده وخلاص الامور. انا من الناحيه الفنيه شايف ان هذا لا يفيد فرقتي وهذا لا يفيد منتخب اولمبي رايح يلعب اولمبياد وهيلاعب البرازيل وفرق كبيره يعني. وده حق اصيل ليا يعني. انا ما خرجتش على الاتفاق، بالعكس انا اتفاقاتي واضحه جدا. ان ال3 مباريات داخل كوستاريكا. انت كمدير فني ليك حق بقى الاختيار او اللي انت تلعب او ما تلعبش هناك حسب الفرقه اللي انت هتلعبها او حسب استفاده منتخبك. نمره 1 يا كريم ان انا ملتزم ان انا العب داخل كوستاريكا، لان في بعض الناس قالت لك طب ما يسافر 45 دقيقه لان انا جاي لك في حته ال 45 دقيقه جاي لك فيها بعدين يعني. ماشي. فده غير متفق عليه. 3 مباريات داخل كوستاريكا مع منتخبات بنما المكسيك او بنما السلفادور او هوندراوس، لان من الفرق الكويسه اللي هناك. وبرده قال ان انا يعني خايف العب موضوع كده يعني. برده اتقال ان يعني هتخاف من ايه؟ ما انت لعبت وخسرت ولعبت وكسبت. بص يا كريم لغايه يوم 19 الامور كانت ماشيه، وبعدين اتضح ان قبل مباراه كوستاريكا يمكن كابتن طارق سعيد طلع قال تصريح من خلالي انا عشان الناس تكون عارفه. انا منبه ان كابتن طارق سعيد يتكلم فنيا وكابتن علاء عبد العزيز يتكلم في الحته الاداريه. كابتن طارق سعيد طلع قال يا جماعه احنا يعني المعسكر الى حد ما مش زي ما احنا متصورين، المعسكر الى حد ما فيهوش تنظيم اللي احنا كنا نتمناه، ان شاء الله الفتره الجايه تكون افضل، بس بدون اي تجاوز اي تجاوز يعني. هو يمكن قال الفرق حتى فرقه بتاعت يوم 17 ما ينفعش تكون فرقه الراجل الايجنت بيقول لنا ده احنا المفروض هنلمهم يعني. الكلام ده غير مقبول يعني. فهي دي كانت اللطمه الكبرى يعني. ومن بعدها حصلت المشاكل كتيره لدرجه طيب. ان احنا يعني عايز اروح قبل بقى ما ترجعوا مصر ولعبتوا خلاص ماتش اورجواي واستفدتوا بشكل كبير ومنتخب قوي، حضرتك قلت لي استفدتوا وده كان المباراه اللي انتوا استفدتوا بيها بشكل كبير في المعسكر ده كله. لكن برضه هقول لك حاجه، ان السفر والبهدله والتعب ده بيعود اللعيبه على الصبر والتحمل، واكيد هيستفادوا خبرات يعني. برضه انتوا اكيد بهدلتوا كده. لا ما فيش شك يعني ما فيش شك ان احنا استفدتوا. احنا استفدنا اكيد. اولا انا بقول لك انا قلبت البرنامج من مباريات لبرنامج تدريبي 7-8 ايام تمرين صبح وبعد الظهر، لان احنا شفنا ان احنا مش هنقدر المباريات دي غير لائقه. بقى تدريب يعني استفدنا منه بشكل جيد جدا. زي انت بتقول السفر وانك تلعب يعني. احنا وصلنا اورجواي يوم 23 اتمرنا بس هم 24 ولعبنا 25، فادى الولاد باور وتحمل لان ممكن جدا يحصل في اي وقت من الاوقات ان احنا نسافر ونلعب بعد السفر. المعسكر كنا كل الناس بتتكلم عن النواحي الفنيه، سفر ومش عارف ايه، فجاه لقيت قصص فضايح جنسيه للمنتخب. مش عارف ما تزعلش مني وانا هقول لك اللي اتقال. انا هقول لك اللي اتقال. انا هقول لك اللي اتقال بالظبط اللي اتقال. بص يا كريم اللي اتقال يعني هو نمسك حاجه احنا اكبر من ان احنا نرد عليه يعني. احنا لو مسكنا حاجه احنا اكبر من ان احنا نرد عليه. لماذا يعني ليه كل ده اتعمل في الوقت ده؟ انا برضه لو بنات كوستاريكا حلوين كنت جيت معاكم. طيب كنت قول لي يا كابتن. انا كنت اتصلت بيك يا كريم كان زمانك دلوقتي دخلت في المشكله. لا يعني قالوا حاجات صعبه شويه انا مش قادر اقولها يعني. مش قادر اقول. بص يا كريم قال لك معلش يعني اسمح لي انا هسال حضرتك بس عشان برضه الناس كلها تبقى عارفه التساؤلات. قال لك يعني كان في احد افراد البعثه وحاجه جنسيه غلط اتعملت وفي ناس اشتكت وطلعوا الاوضه وعملت مشكله. وبرضه يعني معلش هقول اسم استاذ محمد شبانه مقدم برنامج تلفزيوني في قناه ميلودي جاب ورقه من الفندق بتقول مش عارف. طب نقف عند دي يا كريم. نقف عند دي. انا سمعت الكلام ده طبعا. انا يعني مش هقول لك ذهلت، لكن اشاعه من ضمن الاشاعات طلعت على ناس كتير جدا قبلينا. لكن في الوقت ده ليه؟ السؤال ليه في الوقت ده يطلع هذه الاشاعه؟ نمره 2 الورقه اللي مع استاذ محمد شبانه ولا ما اعرفش ايه في قناه ميلودي جايب جواب مكتوب فيه ان كابتن هاني رمزي
يعني ما اعرفش، كان في كازينو بس يعني بس ما عملش حاجه الراجل، يعني كان بيخش الكازينو يعني ملتزم قوي جوه الكازينو، يعني انا ما بعرفش العب كوتشينه اصلا يعني عشان اخش. الحاجه الثانيه، لا وحتى لو بتعرف تلعب انت ليك حريه الشخصيه. لا لا بس هي لا القصه في ايه؟ لا دي مش حريه شخصيه. لا ما انا هقول لحضرتك حاجه، هي كل بني ادم ليه حريه شخصيه، بس ما يكونش لا انا ساعتها في معسكر منتخب اولمبي. يعني انت كمدرب منتخب مصر لا يعني وما ينفعش ساعه المعسكر ومعاك لعيبتك ما ينفعش تعمل حاجه انا في وجهه نظري كمان، لكن انت شخصيا بره انت حر، ما حدش يقدر يحاسبك. وانا في وجهه نظري طالما انا تحت قيد المنتخب الاولمبي حتى لو بره المعسكر، لا انا حافظ على هذا الاسم، لان حتى في حياتي الشخصيه ما فيش معسكر، يعني معنى ان ما فيش معسكر اروح كازينو واروح انا شايفه دي حريه شخصيه. لا انا يعني شايف انا شايف ان الكلام ده ايضا طالما انت تحت قيد المنتخب الاولمبي كمدير فني ايا كان، انت جوه معسكر ولا بره معسكر، محسوب عليك ان انت اصلا انا مش مربوط باسم هاني رمزي. انت برضه معلش يا كابتن كنت عايش في اوروبا وقعدت فترات كبيره، فاكيد كنت بتخرج وبتتعامل زي اللعيبه الاوروبيين. لا كريم لازم افرق، انا الحمد لله بفرق بين الحته دي. اوروبا ليها عاداتها وتقاليدها بالنسبه للاعبين وكل حاجه، دي ليها حاجه، واحنا بلدنا لينا تقاليدنا ولينا اسلوبنا يعني ولينا حاجه ثانيه. ما تاثرتش لا طبعا بالفتره اللي انت عشتها في اوروبا. انا بفرق، انا بفصل يا كريم، انا عارف الحياه بره ازاي، وعارف ردود الافعال بره ازاي، وعارف هنا ازاي الناس بتفكر. فمش معقول هعمل اللي انا بعمله في اوروبا مثلا، ممكن جدا المدير الفني بعد روحوا يا جماعه روحوا ديسكو مثلا، ده انا عارفه يعني بالظبط، ده مش عيب. لكن انا هنا لا، في اصول. طالما انا هاني رمزي تحت قياده المنتخب الاولمبي بتتعامل مع في معسكر ما فيش معسكر البلد، في معسكر ما فيش معسكر لازم اكون ملتزم. وبالتالي عشان تكون برضو في الصوره، انا اتحركت وكلمت هناك في كوستاريكا، عرفت الورقه دي، عرفت الورقه دي. اولا كلمت هناك، الورقه كانت بتقول ايه بقى بالظبط؟ الورقه بتقول ان ان المدير الفني هاني رمزي كان جوه من رواد الكازينو، بس ما بيعملش مشاكل. تمام. وكان في مش عارف مشكله في يعني في غرفه ولا احد اللاعبين او احد اعضاء الجهاز الفني او العامل، وانا عايز اعرف او عامل يعني برضه ديت من ضمن الجواب. اصل اتقال اسامي واتقال ده في يعني برضه دي حاجات اسريه بقى ممكن تبوظ بيوت. ده انا جاي لك برضه في الكلام، انا جاي لك في الكلام يعني، فعايزين نعرف. فاولا اول ما سمعت كده رحت اولا يعني طبعا ما حبيتش اخش مداخله، لان في دخلت دلوقتي في حاجه ثانيه غير الفنيات، دخلت في حاجه ثانيه خالص. فرحت متصل هناك بكوستاريكا بالاوتيل، وفي واحد اسمه هناك الاستاذ عمرو، والاستاذ مصري والاستاذ عبد الرحمن. اتصلت بالاستاذ عمرو قلت له يا استاذ عمرو، سمعنا ان في جواب خرج من الاوتيل نصه 1 2 3، ارجوك روح هناك وتاكد من هذه المعلومه. دي نمره 1. نمره 2 ارجوك روح هناك، لان الكازينو بيبقى فيه كاميرات. الكاميرات دي 24 ساعه، فعارفين مين اللي داخل ومين اللي خارج كل يوم. فقلت له من فضلك ايضا روح هناك وهات لي جواب من الكازينو او من الاوتيل انه بيعمل كنترول على مين اللي داخل والخارج، هات لي دوت، لان انا متاكد مليون في الميه انا ده ولا دخلت ولا خرجت. فالكلام دوت ردا على الكلام اللي موجود في مصر. الاستاذ عمرو راح وبعت عبد الرحمن برضه عشان ما اللي هو المصري المقيم في كوستاريكا، راح في كوستاريكا، راح الاوتيل، فقال له احنا من رابع المستحيلات نطلع حاجه بالنسبه للكازينو. الكلام ده غير قانوني، يعني ما ينفعش اوتيل يطلع حاجه رسميه من الكازينو، الواحد يروح يقول له النبي شوف لي مين إن الاسبوع اللي فات كان موجود في الكازينو. الكلام ده غير طبيعي، ما بيحصلش. ما بيحصل. يعني ممنوع. طب الورقه دي مصدرها ايه؟ ممنوع. كل اللي طلع ان ممكن يكون في الاوتيل بيقدم ان كابتن مثلا علاء عبد العزيز في وقت من الاوقات كان بيشتكي من سوء او عدم جوده الطعام. الغرفه مثلا كان في دوشه في وقت من يعني الحاجات الطبيعيه اللي ممكن الاوتيل يطلعها، كان في دوشه هنا مش عارف ايه كرسي مكسور في اوضه. الحاجات دي، لكن حاجات تمس سمعه الاوتيل وانك تجيب واحد دخل كازينو واحد دخل او ما دخلش، دي اجراءات لا يمكن تطلع. وقال لي كده، قال لي باللفظ، قال لي هناك حتى هو راح، قلت له روح لمدير الكازينو، ما انا ما قلتلوش روح اسال بس في الريسبشن، قلت له روح لمدير الكازينو وقول له احنا عايزين كذا 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 كذا، عايزين نبين، عايز ورقه من هناك او فيديو او اي حاجه تبين ان انا ما دخلتش طالما الموضوع دخل. طب الورقه دي خارجه منين يا كابتن؟ بس يعني اصل هي برضو الاستاذ محمد شبانه اكيد جايب ورقه من اسم المدير الفندق. انا ما بشككش يعني احنا ما بنشككش فيه، بس أنا ما بشككش. بس الورقه دي يعني برضو اتقال ان حد من الشركه الراعيه اتصل بحد هناك وطلع الورقه دي. انا ما بشككش في الكلام، انا بقول لك بقى اللي اتقال لي، يعني اسلام صادق قال لي، يعني الرئيس التحرير قال لي ان الورقه دي فعلا طالعه من الفندق، بس من خلال اتصالات احدى افراد الشركه الراعيه تمام مع الناس هناك عشان يطلع كابتن هاني رمزي بشكل وحش. تمام اوكي، ده اللي اتقال يعني. طب تمام، ده كويس قوي. دلوقتي الرد اللي جاي من كوستاريكا غير كده. الرد اللي جالي
ان ممنوع. انت جالك ورقه برضه يعني بعد لا ما هو انا قلت له هات لي ورقه بالكلام ده، هات لي ورقه. فالراجل قال لي بتاع يعني مدير الكازينو بيقول الكلام ده مش موجود، ما ينفعش اوتيل يطلع حاجه بالنسبه للكازينو او بالنسبه للنزلاء بتوعه الا لما يكون حاجه رسميه. ايوه لما يكون حاجه رسميه. وبالتالي انا الخطوه اللي جايه ان انا كلمت على فكره المحامي بتاعي وعاملين دعوه قضائيه بالنسبه احنا كجهاز فني بنرد على الناس دي. كل من اساء لسمعه المنتخب الاولمبي او احد اعضاء جهاز المنتخب الاولمبي، لا في جهه قضائيه وفي رافعين دعوه ضد فلان وفلان وفلان ان هو الكلام دوت غير صحيح وان احنا بناخد حقنا، لان الموضوع ما بيعديش كده. مين الناس اللي اتكلمت كل من اساء، كل من اطلق اشاعه، كل من، ودي من خلال ورق ومن خلال التحقيقات، من كل من اطلق اذا كان اعلامي او غير اعلامي. يعني لما نكمل انا هاجي اقول لك وهجيب لك حتى صوره التقديم البلاغ، ما عنديش اي مشكله خالص. لكن دي سمعه، زي انت بنتكلم في سمعه ناس، يعني احنا بنتكلم في سمعه ناس دلوقتي، فاحنا مش عايزين نخش في الحته ديت اكتر من ان احنا بنشتغل، ان احنا بنجمع اوراقنا، وفي واحد محامي محترم بيقوم بهذه على اي حد يا كريم. بس اصل المشكله دلوقتي في مصر ايه؟ انا جاي اقول كريم ده حرامي. كريم ده حرامي. اي حد يقول اي حاجه على كريم بقى انه يثبت انه مش حرامي. مش حرامي يكون. وبعدين احنا للاسف الايام دي بنصدق الوحش قبل الكويس. يعني الاشاعه تطلع وخلاص، واللي عامل الاشاعه عارف كده، واللي اطلق هذه الاشاعه هدد بالكلام احد اعضاء الجهاز الفني وقال له خلي بالكم وانا مش هسيبكم، الاعلام في جيبي. انا مش عارف يعني ايه يقصد الاعلام في جيبي. وكل الحرب دي قامت علينا واحنا مش موجودين. يعني تخيل من واحنا قاعدين كده هناك يا كريم، عنوان تولي كابتن حلمي طولان. انا اللي قلت الخبر هنا، يعني احنا هناك اللي كان انا يعني اسلام صادق برضه من هناك من اتحاد الكوره بالظبط، كان بيتكلم مع احد المسؤولين وقال لك في اتجاه. انا اول واحد قلت الخبر ده على فكره. طب يعني في اتجاه احنا كنا هناك، بس مش يعني الكلام ده احنا جايبينه من اتحاد الكوره. انا فاهم. اتجاه لاقاله هاني رمزي قبل المشاكل بقى، قبل الكلام بتاع كوستاريكا والكلام ده. طب بناء على ايه؟ وترشيحات للكابتن حلمي. ايوه ليه؟ احد المسؤولين. ليه؟ مش عارف، انا ما كنتش عارف القصه لسه ايه اللي حصل. طالما قبل المشاكل دي ما تظهر، طب ليه؟ ممكن كان هي المشاكل دي واصله لاتحاد الكوره، احنا كاعلام ما نعرفهاش. طب المشاكل وصلت لاتحاد الكوره عن طريق مين؟ ده برضه السؤال. مين ليه يعني مين ليه القدره انه يوصل هذه، لو في اصلا مشاكل حاصله؟ ممكن شركه راعيه برضه مع انا ما بقولش، انا اللي بقول يعني انا اكيد من خلال الشركه. دي نقطه. النقطه الثانيه مشكورا للكابتن حلمي طولان، انا عارف ان هو طلع قال لا نفى لا والموضوع دوت، والراجل ده طبعا مشكور ان قال الكلمه دي. مش هاخد شغل الراجل، وكابتن حلمي من الشخصيات المحترمه. انا بقول لك يا كريم الاسلوب نفسه، بس خلي بالك كان بيفكروا بالطريقه دي في اتحاد الكوره. يعني هم ليهم حريه التصرف وحريه التفكير، لكن بناء على ايه؟ انا بقول لك ايه اللي احنا عملناه كجهاز فني، ايه اللي احنا عملناه عشان نستاهل كل ده. يعني ايه الجرم اللي احنا قمنا بيه ان احنا يحصل فينا كل ده؟ احنا قاعدين يا كريم انا وكابتن فكري ومعتمد جمال والله العظيم 8 ساعات في اوضه اتحاد الكوره. ما انا برضه مش عايز انط، هكلمك في نقطه ماشي. اتحاد الكوره دي لما ترجع. وموضوع الجنسي بقى اللي هو احد افراد البعثه، كل ده كلام في الهواء. وكان في بنات وشافوا وعمل وناس اشتكت ومش عارف كل ده اونطه. نفس الكلام. يعني طبعا اذا كان قالوا الكلام ده على ابو تريكه وكابتن حسن شحاته واحمد حسن في جنوب افريقيا يعني، والكلام ده خلي بالك بيفرقع بسرعه كريم. يعني اللي طلع هذه الاشاعه عارف انها بتفرقع بسرعه، وان الكلام ده بيتردد بسرعه جدا. عندنا 300,000 موقع دلوقتي، كل المواقع بتكتب، فهو عارف رد الفعل كويس. وبالتالي بس الموضوع ده ما هزناش كتير يا كريم، لان احنا عارفين وعندنا ثقه في نفسنا. واحنا يعني ما فيش القصه دي خالص. لا نهائي طبعا خالص. مليون في المية ما فيش. طيب الكلام ده. رحت لعبتوا اورجواي بعد كوستاريكا ورجعتوا، واحكي لي بقى على التحقيقات ايه اللي حصل.